ان احنا برضو عندنا يعني بنقول فكرة ده فريق انتاج سينمائي بيحاول يدور على الطرف الثالث. تعالوا نشوف ده وفاصل ونرجع تاني نناقش قضية هذه الحلقة. ضفار يا نائلة، ضفار. انت كنت من اعضاء الحزب المنحل؟ ايوه. دخلت المجلس قبل كده بالتزوير؟ هتودينا في داهيه. ايوه يا سيدي. طب نفسك تدخله تاني بعد الثوره؟ يا ريت. ايدي على كتفك. اولا تغير شكلك وتعمل نيو لوك، يعني يبقى شكلك كده او كده. فلول آخر زمن عينيها بكل حاجة. فلول آخر زمن فكرة جديدة حاول مجموعة من الشباب ينقلوا من خلالها بعض اعتراضاتهم على مواقف شايفين إنها بتنطبق على الفلول. هم فريق فكرة. أحمد مخرج أعمالهم، أول ما قابلته قال لي أنا مش إخوان، وبدأ يعرفني على أبطال فيلمه اللي أكد لي إنهم مجرد سينمائيين فقط. إحنا مجرد سينمائيين مستقلين، تمام، لا نتبع تيار أو حزب. بنقدم فن إحنا شايفينه هادف أو إحنا شايفينه فن وطني، لكن أكيد جوانا في إخوان وفي سلف وفي ليبرالي وفي كل حاجة، بس مفيش حد بيفرض رأيه على شغل الفريق. وعن أحداث الفيلم قال لي محمد الديب المصور والممثل إن أي شخصيات موجودة ملهاش أي علاقة بشخصيات في الواقع، ولكن عامة على كل الفلول أيا كان وزير أو غفير. الفيلم بيدور حوالين إن واحد من الفلول أول ما حصلت الثورة بيلم أوراقه وحاجاته عشان يتلفها، واللي هو إيه بقى عشان يبدأ يتنكر ويدوب وسط الناس، اللي هو ما يتمسكش يعني. هو أنا كنت نجحت في مجلس الشعب عشان تقول لي رئاسة؟ الله. كل اللي عليك إنك تبقى مرشح توافقي. توافقي؟ يعني تبقى مدني جدا وفي نفس الوقت ليك تاريخ عسكري مشرف. تاني نقطة بقى إنك ترضي كل طوائف الشعب، يعني دول يشوفوك كده. يجي الصوت نفسه يكلمه تاني ويقول له الحمد لله على السلامة يا باشا ان انت طلعت من السجن يعني وكده. وبيبدأ بقى يشرح له ان لا في فرصة ثالثة واننا هنعمل ثورة على الثورة. انا من الناس اللي حاموا الثورة. طبعا يا ابني، ده انا كنت واقف انا وولادي كلنا حوالين شلة كده واحدة وحوالينا الناس وكنا بنقف كده وبنرمي الطوب. ايوه. وقال لي عبد الفتاح سيناريست الفيلم إن أهم هدف ليهم في الفيلم هو توعية الناس من ألاعيب الفلول المتلونين زي ما هم شايفين. احنا بنحذر الناس من تسلل الفلول بشكل أو بآخر، إن هو ممكن يتلون بأكتر من لون، وخصوصا في الانتخابات إن هو يدخل يمثل الناس في مجلس شعب أو يمثل الناس في الرئاسة. فكان هدفنا ان احنا نقول للناس خلي بالك ان ممكن الفلول ده يدخل لك في شكل جمعية اجتماعية او في شكل حزب سياسي جديد باسم ثوري، او ان هو يدخل لك عن طريق حزب قديم يدخل جوه وانت مش عارف مين الفلول ده. سناحية في اي ناحية كله يعني. فلول آخر زمن. وما زال الصراع مستمرا، نهاية مفتوحة لفكرة فيلمهم اللي هتستمر أحداثه وهيستمر التصوير فيه طول ما الفلول عايشين ومتعايشين في الحياة السياسية. لاني السلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.